السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل كده صينيتين في صينيه واحده. هنعمل صينيه بطاطس كده بالكفته، مش هتاخد مننا اي وقت. بصلتين مبشورين بالشكل ده مع قرن فلفل رومي وقرن فلفل حراق كده زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، عباره عن 7 بهارات وفلفل اسود وملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. النهارده بقى كده هنعمل ميكس من اللحمه البقري مع اللحمه الضاني. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه البقري، وعندي بقى حوالي عن ربع كيلو من اللحمه الضاني مع اللي هي الضاني. كنا عاملينه قبل كده في فيديو مع بعض. وكده بقى ايه، هقلب بقى البصلايه بالتوابل دي كده مع الفلفل، همرطها كده، انزل ميه البصل زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هصفيها لان انا هعملها في صينيه. نزلنا بقى باللحمه البقري مع اللحمه الضاني، شايفين شكلها؟ انا مكيساها كده وحطها في التلاجة. قلت لكم ان انا ما بحبش اعمل اللحمه الضاني تبقى ايه، كفته ضاني كده صرف. انا بحب تبقى فيها خليط من البقري كمان عشان تبقى خفيفه. والوصفه بتاعتنا النهارده مش هنحط فيها اي دهون، احنا معتمدين على الايه، على الدهون اللي موجوده في اللحمه الضاني وفي اللي هي الضاني. بالشكل ده كده هقلبهم وايه وامزجهم مع بعض كده. اعجنهم عجنه جامده كده. انا عايزه كل الخليط يختلط كله مع بعضه واركنهم كده على جنب. وتعالوا بقى نعمل صينيه البطاطس. انا النهارده حبيت اعمل صينيه البطاطس بتاعتي في الصاج ده، فروحت بقى ايه عشان الصاج ده كبير، مكتره من البصل الحلقات والفلفل الحلقات بالشكل ده كده. كمان لان كان البطاطس عندي متواجد كيلو واحد، وكم طماطميه مقطعاهم مكعبات، وهنزل عليهم بقى بكيلو البطاطس بالشكل ده. والتوابل بتاعتنا هي برضو ال7 بهارات والفلفل الاسود والملح. واقلب بقى كل ده مع بعضيه واحاول ارصه كده في الصينيه. عايزه اقول لك الصاج ده كبير كبير جدا على الكميه، على كمية اللحمة اللي معانا عشان تبقى متساوية مع الصينية. بس انا كده حبيت ان انا ايه اكبر بس الوصفة بتاعتنا، عندنا ضيوف، حبيت اعمل الصاج ده جنب اكلة كده. وكده بقى سويت كل الايه، الصينية بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اجيب اللحمة واوزعها. وطبعا احنا مش حاطين اي دهون في الصينية بتاعتنا، معتمدين على الدهون اللي طالعة من الضاني. بصوا بقى كده بحاول اوزعها عشان تكفي كل المساحة بتاعت الصينية. حابة انت بقى تبقى صينية صغيرة والكفتة بتاعتك، عشان الكفتة بعد ما بتخش في السوا كشت معايا شوية فقلت في الصينية. بس هي بقى هتشوفوها في الاخر طلعت معايا عاملة ازاي. وعملت معاها شوية رز بالشعرية، وعملت معاهم كمان انا بقى على جنب، مش ما بنش معاكم في التصوير، بتنجان مخلل وشوية ملوخية. وكده بقى ايه، كده خلصت. بس افرد بقى الصينية وتعالوا شوفوها بعد ما خلصتها بقت عاملة كده. كم قطعة برضو كده لسه باينة معايا. كده بقى احنا قلنا ما حطيناش اي ماده دهنيه خالص. هبل ايديا بس كده سنه زيت اساوي بيها الصينيه بتاعتنا والمع بيها وش الكفته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، نقطتين كده من الزيت. وكده بقى الصينيه بتاعتي خلصت. وكده بقى انا في فرن سابق التسخين على درجه حراره عاليه، واروح حطها بقى على الرف اللي في النص. بعد ما ازوق كده بشرايح طماطم برضو نعمل لها شكل كده، واروح حاطه برضو كمان قرنين فلفل كده يطلعوا معانا مشويين فوق الصينيه. يبقى احنا عملنا صينيه الكفته بالايه، بايه، بالمشويات بتاعتها، بالطماطم والفلفل المشويه مع صينيه البطاطس. وكده بقى ندخلها الفرن. كده بقى بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها طالعه عامله ازاي؟ كشت معانا الكفته حاجه بسيطه، بس طعم من الاخر مع شويه رز بالشعريه. وكده قدمتها مع شويه الملوخيه زي ما قلت لكم وشويه البتنجان المخلل. وكده بقى اتفضلوا معانا واشوفكم على خير. بس الاول تشوفوا سوا البطاطس بتاعتنا طالعه عامله ازاي والكفته عامله ازاي، واقول لكم بقى ايه. اتفضلوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.